اتكلم بصراحه، قول لي موقفك بامانه في موضوع شيكابالا كان عامل ازاي؟ موقفي بامانه في موضوع شيكابالا، طبعا شيكابالا يتحسب عليا يعني، لان شيكابالا طبعا انا اعرف ان اقرب الناس ليك من اقرب الناس ليا وما زال، لكن هو خطأ كبير كبير يا كابتن احمد. يعني حقيقه شيكابالا اخطأ. هو جاب جون النهارده في الدوري الاماراتي وربنا يوفقه، واعتقد ان شيكابالا عمل لفته جميله وفانيلا عليها الا رسول الله، والناس احتفلوا بيه هناك من اطيب الشخصيات طبعا اللي انت شيكابالا انا بحبه، تقابلها انت عارف في حياتك. يمكن انا اقرب الناس ليه يعني. طبعا انت تعرف كده كويس. وانا هاجمت هجوم عنيف بعد موضوع الكابتن حسن شحاته. هو كلمني بعدها الحقيقه، كلمني ماتش الوصل كان اول امبارح. كان اول امبارح ف وهو حتى كلمني بعدها، بس الحقيقه قال لي انت معاك كل الحق في اللي انت قلته. وبعدين الحقيقه كان ليه موقف يمكن اول مره اقوله، قال لي انا اجي عندك واعتذر على الهواء للكابتن حسن، ما عنديش مشكله، والراجل ده انا زي ابويا وبحبه وانا اخطات. يعني هو الراجل كان كلامه واضح جدا معايا، وانا كنت مع الكابتن حسن في يعني عشان يعني انا بس عشان ممكن اقول بقى شويه اسرار ممكن اقولها دلوقتي. الاعتذار اللي كتبه شيكابالا واللي انا قريته هنا، انا كنت على التليفون لحظه بلحظه مع الاستاذ عمرو الجناني، اول مره اقول بقى الاستاذ عمرو الجناني شيكابالا، وكلمني الاستاذ عمرو الجناني وقال لي شيكابالا بيعتذر اهو، بيكتب اعتذار عشان هيطلعوا يقولوا مش شيكابالا اللي كتب اعتذار، خد شيكابالا معاك اهو على التليفون. كلمني الحقيقه الولد وكان بيتكلم باحترام شديد جدا عن الكابتن حسن شحاته. دي اسرار يعني لازم اقولها. واحنا كنا 3، انا على التليفون، وكان الاستاذ عمرو الجناني والكابتن شيكابالا، وقلت له شيكابالا انت بتكتب؟ قال لي بكتب. قلت له طب اقرا لي الاعتذار. مفاجاه بالنسبه لنا. انا بقول لحضرتك بقى، يمكن الناس ما تعرفش الكلام ده. اقرا لي الاعتذار، ولا انا مستعد اجي على الهوا، مستعد اقدم اعتذار، مستعد اروح نادي الزمالك وتيجي الكاميرات واعتذر للكابتن حسن شحاته. انا بس ده موقف بقوله للتاريخ، عشان في البعض شكك ان ده ما كانش اعتذار شيكابالا. يعني بيقولوا خلاص بعد ما الولد لعب هناك ومشي والكابتن حسن مشي وشيكابالا مشي، لكن بقول بشهاده للتاريخ يعني. اتفضل. عارف كابتن احمد، هي مشكله شيكابالا ان هو خجول قوي. محدش بيحس بكده، مش بيعرف كده. لا خجول جدا جدا. يعني حتى لما اجي انا اتكلم معاه عينيه بتبص في الارض. انما رد فعله في المشكله كان غير مساوي ل مفيش حاجه حصلت اصلا. مفيش حاجه حصلت للتعامل خصوصا مع الكابتن حسن شحاته. يعني الكابتن حسن شحاته انا شخصيا كاسماعيل في السن ده 48 سنه، وهو مربيني واول واحد صعدني للفريق الاول كان مدربي. ما اقدرش ابص في وشه كده يعني. حتى لما بيقول تعليمات او بيقول لي هنشرح التدريب ايه، انا يعني من ادبه الجم معانا ومع اللعيبه. فكان الحدث وقتها كان حاجه صعبه جدا، وانا يعني قلبا وقالبا كنت مع الكابتن حسن في اتخاذ اي قرار. يعني سالوا ان انت لفيت من الباب الخلفيه، حاولت ان انت تبقى على شيكابالا وتدور على صيغه. ما حصلش. لان شيكابالا من الوقت ده ما كانش فيه اتصال. واللي فرق مع شيكابالا كابتن احمد ان ساب وقت وبعدين ابتدى. مظبوط. يعني كان وقتها طبعا الناس حاولوا ينفخوا في النار ويسخنوا شيكابالا ويقولوا اصل هو اختفى، اصل شيكابالا لا هيقعد، ومجلس الاداره خد قرار تاريخي. يعني لان برضو خد قرار تاريخي. يعني انت كنت موافق على قرار مجلس الاداره؟ طبعا موافق. لا موافق في الفتره دي، مع حبي الشديد لشيكابالا واعتزازي بيه. كنت موافق على قصه الاعاره؟ لازم. ما كانش يسمح، لان كان الخطا كان كبير قوي في حد احنا كلنا بنحترمه وبنقدره. طب ليه ما ردتش؟ يعني لما الناس طلعت اتهمتك انك واخد موقف وانك بتساند شيكابالا وان انت بتلعب. انا طلعت رسمي يا كابتن احمد. طلعت رسمي. طلعت رسمي وقتها وقلت في الجرايد وفي المواقع كلها. وبرضو ارجع لقصه يا كابتن احمد ان انا اطلع كل شويه حد يقول حاجه ما احنا في المجال لا ما بحبش. لا طبعا. طيب انت قلت انه حبك للزمالك خلاك تعود تاني منصب المدرب العام. بعد ما انتهت القصه حاسس ان انت ندمان انك؟ ابدا ابدا ابدا. قبل ما اكمل السؤال ابدا. ولو في فتره جايه ان شاء الله باذن الله اقدر اخدم نادي الزمالك في اي منصب يكون انا مؤهل نفسيا للقصه دي، لا ما ندمش ابدا على حاجه، خصوصا يكون دخل فيها نادي الزمالك. طب